بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إنا نسألك العون على ما كلفتنا به، ونسألك التيسير لأداء ما علينا، ونسألك الهمة للقيام بحقوق من حولنا. اللهم إنا نسألك الصبر والعزيمة والإصرار، وأن تذيقنا التوفيق والفلاح وحسن الاختيار، ونسألك يا مولانا السلامة والسعادة وصحبة الأخيار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي القائم بأمر أمته في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد. روتين النهاردة بصوا والله العظيم تعبت فيه تعب. هم 10 دقايق صح فعلا هتشوفوهم، بس انا تعبت فيه جدا. عايزاكم كده من اول الفيديو تحطوا لايك للفيديو علشان يترفع واكبر عدد من الناس تشوف القناة. تمام؟ صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. بصوا انا عندي برد، يعني يمكن ظهر شويه في صوتي. انا كان بدايه البرد ده كان امبارح، كنت حاسه كده باحتقان. بس بقى ايه، يعني اللي وراه حاجه بقى مش هينفع ينام خالص، يعني لازم يقوم يعملها. فالله المستعان، ربنا يعيننا ويعينكم اللهم امين. ادعوا لامي والحمايه والاموات المسلمين وامواتكم بالرحمه والمغفره، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته اللهم امين. وادعوا كمان لاهل غزه وفلسطين، ربنا يرحم شهدائهم ويثبت اقدامهم وينصرهم نصرا عزيزا عاجلا غير اجل اللهم امين. تمام، تعالوا نبدا الفيديو وكده تاخدوا طاقه ايجابيه من الفيديو وتتشجعي وتقومي لو عندك اي حاجه عايزه تعمليها. يلا كده جيبي لك مثلا فرختين ولا 3 وفرزي اللي باقي الشهر، يعني هتفضلي تاكلي طول الشهر فراخ. لو شغلت مخك يعني. تمام. لان في ناس يعني خصوصا في الميزانيات والحاجات ديت ما بتعرفش يعني تصرف امورها، فتحس ان هي تايهه، مش عارفه تعمل ايه، مش عارفه تمشي امور بيتها يعني. تمام. لكن بالنسبه لينا الايام ديت، يمكن كانت زمان الناس تقعد مثلا بالاسبوع ممكن ما ياكلوش فراخ سمك كل الحاجات دي، انما في حاليا في الظروف اللي احنا فيها دي او في الايام اللي احنا فيها دي لا، يعني ما حدش بيتهيألي يقدر ان هو يعمل كده. لكن في نفس الوقت برضو ان الدنيا غاليه ومكلفه، كل حاجه مكلفه. انا لو عايزه كل يوم انزل اشتري فراخ، انزل اشتري وراك، كبده سمك كل الحاجات دي، دي يعني بصوا هترفع عندي جامد، يعني او هترفع في ميزانيتي جامد. يعني مثلا لو انا كنت همشي ب5000 جنيه، لا ده مش، وطبعا على عدد افراد الاسره، على حسب عدد افراد الاسره، مش هنجيب اسره 4 افراد زي مثلا اللي 6 زي اللي 8 زي اللي اقل او اكتر، زي 2 لسه متجوزين ومش عندهم اصلا لسه حد بياكل غيرهم. فبصوا طبيعة الحال بيختلف من بيت لبيت. بس دي الست الذكية بقى الشاطرة اللي تعرف اللي ايه اللي ينفع يتطبق عليها وتمشي على بيتها. بصوا بقى دول فراخ اكيد يعني. انا اللي منضفاهم من البدايه علشان ما حدش يقول ايه، يعني ما جوش ليا كده. بس انا ما جبتش الخطوات الاولى يعني التنظيف وكده، علشان ما حدش يقرف، يعني لان في ناس بتقرف من الريش والكلام ده. تمام. وبعدين برضو زي ما انتوا عارفين الجو حر وكده، فالواحد بيبقى قاعد براحته وعملتهم، وبعد كده ايه دخلت عليكم بقى في الخطوات المهمه. آه احنا هنعملهم ايه؟ انا ما مش من النوع اللي بايه بيجيب الفرخه يسلقها كل، لا ممكن اعملها كده طبعا، بس اذا كانت فرخه بلدي تمام، او مثلا بطه او الحاجات دي يعني هو بتبقى حلاوتها ان انت تعمليها كامله، مش ما تعملهاش ما تتقطعش. انما الفراخ البيضه دي هي احلى حاجه، وحلاوتها بقى ان انت تقدري تستفادي من الفرخه وتقطعي منها وتطلعي منها وجبات كتير. تمام. ازاي بقى ده هتعرفوه خلال الفيديو. اول حاجه انت لما تجيبي فرخه، انا ممكن اجيب فرخه واعملها في نفس اليوم، تقضينا النهارده وهتخلص، وبعد كده اقعد 3 4 ايام مفيش اي حاجه. لا، وانا ممكن ابقى ست ذكيه برضو ان انا لو عندي اجيب الفرخه بدل ما اجيب فرخه صغيره شويه، لا انا اكبر مثلا هزود عليها 30 40 50 جنيه. تمام. لو هي ب 200 جنيه انا اجيبها مثلا ب 250. فبالتالي دي بقى بتفرق معايا في ايه؟ بتلاقيها ما شاء الله الوراك عندها اكبر شويه، والصدر برضو عندك تقدري تستخدميه ان انت تشيلي، يعني تستخدمي الصدر مثلا منه تعملي شاورما، او تعملي مثلا تعملي مكرونه نجريسكو مثلا مكرونه بالفراخ، او ان انت مثلا تقطعيه مثلا وتعملي بانيه مع شويه مكرونه برضو هتمشي بيها يوم. او ان انت تستخدمي مثلا الاجنحه مع الهيكل مع شويه حاجات كده، وفي يوم من الايام مثلا صينيه بطاطس تحط فيها الحاجات ديت. اي نعم هي مش هنعتبرها ان هي اكله يعني كامله، لكن هتدي طعم للاكل. وصينيه البطاطس دي بدل ما تعمليها ساده. تمام.
كمان ان انت ممكن تقدري ان انت تستخدمي، طبعا انا بقولك على حسب افراد اسرتك، يعني ممكن يكون عدد اسرتك كبير، فانت بالتالي محتاجه ان انت تعملي اقل حاجه، تعملي مثلا 3/4 الفرخه دي، وتسيبي الربع مثلا تعمليها ايه، تعملي مثلا مره بانيه زي ما احنا بنقول، تعمليه تدخليه في اي اكله، تزودي عليه بصل وكده، وتعمليه ناجتس، عارفين الناجتس اللي بالبطاطس وكده، تزوديها ببطاطسايه مسلوقه. بصوا، اللي عايزه تمشي امور بيتها وتعمل اكل حلو، يعني تشغل مخها. الاكل الحلو ده يعني احلى حاجه في، طبعا يعني كون ان انت تستخدمي مخك، اول حاجه هتقدميه بشكل حلو، والعين بتاكل قبل يعني ايه، قبل الفم، او قبل ما انت تاكلي عينك بتاكل. يعني اذا كان منظر الاكل حلو وشكله حلو، ده يعني هيخلي اللي قدامك اصلا ياكل من الاكل، حتى لو اكل بسيط. يعني ممكن الناس تقوم تعمل شويه ملوخيه وشويه بتنجان وطبق سلطه جنبها وطبق مخلل، الاكله جميله ما شاء الله، لا والاكله دي ولا فيها لحوم ولا فيها اسماك ولا تكلفت اي حاجه. وفي ناس تانية تقوم تعمل فرخه يا دوب تسلقها كده وتجيبها وهي من غير حتى ما تتحمر، ولا تعمل مثلا جنبها اي منظر ولا حاجه، فهو اصلا شكلها كده يعني اللي يشوفها يكون مش عايز ياكل اساسا منها. المهم انا اقول لكم انا عملت فيهم ايه. انا سبت واحده كامله، تمام، وبعد كده جبت الاتنين بقى. يعني انت ممكن تجيبي فرختين وتعملي فيهم، لو انا عدد افراد اسرتي مش كبير، اللي هو احنا اتنين كبار واتنين صغيرين. فانا بالنسبه لي انا بقطعهم ازاي، ما شاء الله ما شاء الله، الورك ده كان كبير، يعني قولوا مثلا الفرخه ديت معديه 2.5 اصلا، او يعني حجمها كبير. فانا بقى بقطعهم زي ما انتوا شايفين كده، بفصل الوراك عن الصدر. الصدر ده هعمله كل واحد، يعني كل ناحية دي بتكفينا احنا وجبة، بس مش بتكفينا بمعنى اللي هو الكلمة ان لا، بس ممكن احنا نعملها فعلا بانيه ونعمل جنبها مكرونة، نعمل حواوشي. يعني مثلا الصدر ده افرمه في الكبة واحط عليه بهارات وبصل وطماطم وفلفل، واحشي بيه عيش، ويبقى ده حواوشي، وجنبه طبق بطاطس وطبق سلطة. عايزة اقول لكم اكلة جميلة جدا ومش مكلفة خالص يعتبر. يعني لو انا هجيب ربع كيلو لحمة، او علشان اعمل الحواوشي دي طبعا بكام، ب 80 جنيه مثلا وليكن. فلا انا من الفرخه دي طلعت منها هعمل هعمل حواوشي وهيبقى حلو، وطبعا حاجه مضمونه كمان. تمام. الوراك دي طبعا بقسمها بالنصين كده، الورك بقسمه بالاتنين، لان انا هعمل نص الفرخه ده بيبقى اكل عندنا. ماشي. ليه؟ بما ان احنا بنعمل على طول باستمرار، فيعني ايه مش مستاهل ان انا احط كميات كبيره فيتبقى منها، فافضل تاني مثلا يوم ما اعملش وتالت يوم ما اعملش، لا، وانا عليا من ده بايه؟ لا، انا بعمل باستمرار وبعمل ايه، مش كميات كبيره. وانا قلت لكم قبل كده برضو في فيديو ان انا مش من الناس اللي بتعمل اكل يقضي يومين، يعني لا، هو اكل يقضي يوم يخلص بكره نعمل اكله جديده يعني مختلفه. علشان انا من الناس اللي ايه، مش برضو مش قصه ان انا ما باكلش الاكل اللي بات قبل كده، لا عادي باكله، بس ايه، لا انا احب يبقى فيه تنوع على طول في الاكل، حتى انا بعمل كميات بسيطه تخلص اعمل ايه اليوم اللي بعده. تمام. فانا كده زي ما انتم شايفين قطعتهم، خليت كل صدر لوحده، خليت الفراخ اللي هو الوراك دي لوحدها، والاجنحه والحاجات دي انا هدبق بقى عليها اجنحه واعملها مره كنتاكي. وطبعا الكبد والقوانص كانت مره، يعني مثلا مش هتبقى وجبه اساسيه، ممكن نفطر بيها، ممكن في وقت عشاء نعمل جنبها طبق بطاطس، وهكذا. الفرختين طلعوا معايا كام وجبه، بسم الله ما شاء الله، حوالي 8. تمام. الصدور 4، والأجنحة والحاجات ديت أنا بقول لكم أنا مش هحسبها، أنا يعني هبقى أزود عليها برضو. والكبد والقوانص واحدة، يبقى كده كام، 6، ونصين الفراخ اللي تحت دول كمان 2، يبقى كده 8. بصوا بقى، 2 هم طلعوا 8 وجبات. ممكن انا كنت اعملهم في يومين 2 يكفونا، مش هقول لكم هيكفونا يوم واحد، هيكفونا يومين، يوم ورا يوم. بس لا، انا استفدت ايه يعني؟ انا بيتهيألي كده اللي حابب بقى ان هو ياكل اكل حلو، ممكن يعني اللهم صل على سيدنا محمد، يجرب الافكار دي وهتعجبكم ان شاء الله. لان انا بصراحه بصوا انا ماشيه بها بقالي كتير جدا. يعني انا كنت ما شاء الله ما شاء الله، ممكن بقلل قليل اعمل لك اكل حلو. انتوا عارفين اللي بيقول لك ايه، بتصنع من ميه الفسيخ شربات، المثل ده هو ده. المهم بقى كده دخلت على المواعين غسلتهم. وطبعا نسيت اقول لكم برضو او افكركم باللايك، واللي لسه كده ما اشتركش عندي في القناه يشترك وياخد كده جوله في الفيديوهات اللي فاتت، ويحط كده ويحط لايكات عليها. وان شاء الله ان شاء الله القناه تعجبكم جدا، فيها افكار حلوه. كفايه بس ان فيها طاقه كده وتشجيع، يعني بصي هتدخلي هتتشجعي، يعني هتتشجعي. كان الغدا بتاعنا في اليوم ده بقى اللهم لك الحمد ولك الشكر، زي ما انتم شايفين اهو. عملنا رز، تمام، وشوفوا بقى التقديم
الاتنين بيفرق بصراحة لما بتبقي عاملة الاكل كده بشكل حلو. وهنا كمان السمك، ودي كانت صينيه سمك كانت جميله. بصوا والله ما عارفه اقول لكم جمالها كان ازاي. جبت طماطم وفلفل وبصل، تمام، قطعتهم، حطيت عليهم نص معلقه توم، دعكتهم كويس، وبعد كده وعملت السمك طبعا نضفته وحطيته في الصينيه، تمام. كان عندي طبق صلصه صغير، حطيت عليه شويه ميه وشويه بهارات بقى وملح وكمون وكده، وحطيتهم على السمك ودخلتها، عملتها على البوتاجاز من فوق، ماشي، مش عملتها من تحت. وبعد كده شلتها من على البوتاجاز، حطيتها تحت الشوايه، اخدت الوش اللي انتوا شايفينه. وكان عندي هدوم طبقتها، طبعا كده خطوات بسيطه بتيجي معاكم، بس انا تعبت في الفيديو ده. عايزه منكم كده تشجيع، واللي بيشوف القناه ما يستخسرش اللايك فيها علشان تكبر وتوصل لاكبر عدد من الناس. طبعا بحبكم في الله، هتوحشوني لحد ما اشوفكم في فيديو تاني. سلام عليكم.